Is this your card? I don't know. Was it a red card? I don't know what red is. Ta-da! ازيك عامل ايه؟ انا عمر، ودي الحلقه الثالثه من الكل في الكل. هتسالني ايه ده، هو ايه اللي حصل للاسم القديم؟ لا، الاسم القديم رميناه في الزباله. ليه؟ لان في واحد صاحبي قال لي جرب تخش تسرش بالاسم اللي انت حاطه ده، والنتيجه لم تكن مرضيه اطلاقا، يعني الاسباب اخلاقيه بصراحه. فبس هي دي الانترو، يلا بينا على الحلقه. طيب الفيديو من غير موسيقى بمناسبه رمضان. ايوه صح، نسيت اقول لك كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. خلاص كفايه. ايوه رمضان جانا وفرحنا بوه بعد غيابه بقاله زمن. ده من يومه وشهر بطوله، وغنوا وقولوا اهلا رمضان، رمضان جانا، يلا بينا. طيب دخل علينا رمضان ولقيت نفسي مكوع كده، مش شغال على اي حاجه ولا في اي فكره في دماغي ممكن اعملها. اليوم بيخلص بسرعه، بتلاقي نفسك بتتسحر، بتسهر شويه، تنام تصحى على العصر، المغرب، التراويح، الساعه 12 تتصحى، اليوم خلص، مفيش خلاص. فالفيديو ده ممكن ينزل لك على يوم 10 رمضان تقريبا، او ممكن قبل 10 رمضان بصراحه. يعني هو لو نزل 10 رمضان فانا اتخذلت بشكل غبي. انا النهارده جاي اكلمك عن المشروبات الرمضانيه المنتشره في مصر او في الوطن العربي بشكل عمومي. طب السوبيا حلوه بجد بجد، السوبيا حلوه قوي. السوبيا حلوه، السوبيا بيضه، السوبيا بيضه بيضه بيضه، وانا اعمل ايه بجد؟ ايه الحلاوه دي، ولونها ابيض وفيها حتت جوز هند ايه ايه الجمال ده. السوبيا دي تحسها بنت بتتدلع، فاهم اللي هو ايه؟ عايزه سكر خدي سكر، كيلو لبن كيلو لبن، رز جوز هند جوز هند، وكل ما هتديها جوز هند اكتر هتديك طعم احسن. تاخد شفطه من الكوبايه بيرفكت. يا راجل يا راجل يا راجل، ايه الحلاوه دي يا عم بقى يا عم. خلاص خلصنا غزل في السوبيا، ما خلاص انا حسيت الموضوع بدأ يبقى مريب موضوعك عندي. يلا بينا نخش في تاريخ السوبيا. ما حدش عنده تاريخ مظبوط تم فيه اكتشاف السوبيا، ولا مين كان عنده الفكره، ولا ايه اللي حصل اصلا. بس انا هقول لك دلوقتي اقرب روايه. المشروب ظهر في مكة من أكتر من نص قرن تقريبا تحت فكرة حفظ النعمة. هتسألني هي إيه فكرة حفظ النعمة دي؟ أنا هقولك دلوقتي. فكرة حفظ النعمة دي هو إنك بعد استخدامك لحاجة معينة يبقى عندك فائض من الحاجة دي، فتقرر إنك هتعيد استخدامها في حاجة تاني. مثال السوبيا أهو، زي ما قلت لك من شوية، في مكة ومن أكتر من نص قرن الستات كانوا عندهم فائض من العيش، فكانوا بيجمعوا بواقي العيش وبيوظفوه في صنع مشروب تاني اللي هو السوبيا، عشان حرام يرموا بواقي العيش. بداية السوبيا كانت حرفيا بيطحنوا بواقي العيش ويحطوا معاها شوية سكر، وعفى الله عما سلف. وزي ما قال الباحث الشرعي حاتم بن عارف العوني في دراسة ليه، ان السوبيا ده مشروب رمضاني بالاخص في الحجاز، الناس بيتبردوا بشربه وبيطفوا بيه ظمأهم، وهو نوع من انواع الانبذة المباحة اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيشربها. هتسألني هو ازاي انبذة ومباحة والرسول كان بيشربها؟ لان وقتها ما كانش بيتم تخمير السوبيا، فطبيعي هتتشرب بشكل طبيعي عادي، مش محرمه. هتسالني ايه ده، هو السوبيا بتتخمر يبقى بتسكر؟ هقول لك فهنا خليني احكي لك موقف حصل معايا في عين شمس من 3 4 سنين تقريبا. في يوم من الايام امي ما كانتش عامله عصير على الفطار، فقالت لي انزل عمر هات شويه سوبيا من عصير اولاد حماده اللي اول الشارع. قلت لها ماشي. هو ما اسموش اولاد حماده، بس انا قلت اولاد حماده عشان المحل اتقفل دلوقتي، الاسباب انت هتعرف ليه دلوقتي. انا موطي صوتي عشان الموضوع سري وكده. دخلت عصير اولاد حماده، بس كان في راجل قدامي بيشتري سوبيا، وانا باصص شايف السوبيا محطوطه في البرادات اللي بتقلب السوبيا بحيث تخليها مش راكده وشكلها مش وحش وساقعه. انا قاعد مستني الراجل ده يخلص عشان انا اطلب السوبيا، لقيت الراجل اللي قدامي ده بيقول الحاج حماده انا عايز من السوبيا اللي جوه، وشاور له كده على المخزن. راح عم حماده للمخزن وطلع كيس ابيض فيه سوبيا، اداه للراجل. فانا افتكرت ايه، يبقى السوبيا اللي جوه دي نظيفه، فاهم؟ اكيد عليها وصايه. قلت له عمو عايز سوبيا من اللي جوه. قال لي ما عندناش غير دي، وكشحني كيس السوبيا ابو 10 جنيه. كان كيس ال 10 جنيه دي وقتها كانت بتجيب كيس سوبيا قد شوال الرز تقريبا. انا استغربت بصراحه من تصرفه، وما فهمتش هو ليه عمل كده. يعني ما ادانيش عم انا عايز من السوبيا اللي في المخزن، انت مال. وبعدها بفتره مش كبيره، يعني اسبوعين 3، عديت على نفس المحل اجيب سوبيا تاني، بس لقيته مقفول بالشمع الاحمر زي ما بيقولوا. فاستغربت بصراحه، ورحت سالت بتاع السوبر ماركت اللي قدامه، عمو هو ليه عصير اولاد حماده قفل؟ انا كنت عايز اجيب سوبيا. قال لي السوبيا اللي كان بيبيعها دي كان في سوبيا تاني بتوصل لحد الاسكار. فوقتها عرفت الفرق بين السوبيا البرانيه والجوانيه. البرانيه مش بتسكر ومش متخمره وعاديه جدا، بتبقى معموله ومحطوطه في البرادات دي بشكل طبيعي، بينما الجوانيه دي بتبقى محطوطه في المخزن عشان بتتخمر، وبيتحط فيها بشكل ما مع التخمير ده بتبقى مسكره ومسكره في نفس الوقت. قلت بقى خلاص، الحمد لله الحمد لله الراجل عرف ان انا مش من اهل السوبيا الجوانيه وما ادانيش، والا فكنت ايه يا غافلا لك الله. وصفه السوبيا مش ثابته اطلاقا، يعني مثلا في مصر بتعمل بطريقه وفي السعوديه بتعمل بطريقه تاني.
في السعوديه او في الحجاز بيعملوه بطريقه غريبه شويتين، بيحطوا شعير وعيش ناشف او شوفان، بيخلطوهم مع بعض ويحطوا شويه لبن او ميه وبيصفوهم، وبعدها بيحطوا سكر وحب الهيل او اللي هو الحبهان وشويه قرفه، بيتخلطوا بمقادير مناسبه، وبعدها ايه شويه تلج عشان المشروب بيبقى ساقع فقط لا غير. بينما في مصر بقى في الصعيد بيتعمل ازاي؟ في الصعيد بقى يا سلام، بيحطوا شويه شعير او شوفان او رز زيهم زي السعوديه بالظبط مع شويه لبن. والنقطه الفاصله هي جوز الهند. اهل الحجاز بيشربوا السوبيا من غير جوز الهند، فانتوا بتشربوها غلط بجد. ده مشروب تاني غير بقى العرب. السوبيا بتتعمل في المكسيك بقى، حبايبنا المكاسكه. اخونا الميكس اقوى مكسيكي في الدنيا، راؤول خيمينيز، شيشاريتو، ماركيز، اي حد غيره، مش هو. لا 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 لا. السوبيا بتتعمل في المكسيك بس بطريقه سخنه شويتين. هو المشروب سخن اصلا، مش بطريقه سخنه ولا حاجه يا عم. بيحطوا ايه رز وفانيليا وميه وشويه قرفه ومعاه جوز هند. يلا بعد سموه احنا ايه، عملنا السوبيا المكسيكيه سميناها هوريتشاتا المكسيكيه. حقوق النشر يا اسطوره. طيب التمر، او بالاخص التمر الهندي، لان انا مش جاي اكلمك عن التمر اللي بيتباع عند محلات العصير او التمر اللي بيتباع عند العربيات في العادي، اللي هو تحس لونه بنفسجي غامق مايل ان هو يبقى عامل زي البيبسي كده نوعا ما. مش ده، لان ده بيبقى كركديه اصلا ومضاف له ملح ليمون وسكر وحاجات اضافيه ومطلعين الحاجه دي في الاخر. لان انت في الاساس المشروب اللي بيتباع عند بتوع العصير ده اللي بيسموه تمر هتلاقيه بودره اصلا، مش بودره، بتلاقيه حاجه كده متكتله في بعضها كانها مش عارف، قوامها غريب قوي بصراحه. انا جاي اكلمك عن التمر الهندي. بيقول لك النبته نفسها موطنها الاصلي في افريقيا الاستوائيه، واتعرفت من زمان في مصر والسودان والهند، وبعدها انتشرت في جزر الكاريبي واغلب بقاع الارض عشان الطب وكده. يا رب تكون هواوة الكلب اللي في الشارع ده مش باينه، اتمنى حاجه زي دي. وفي نفس الوقت قيل ان الفراعنه اللي كان ليهم الفضل ان هم يدخلوا زراعه التمر الهندي لمناطق البحر المتوسط. وضيف عندك بقى ايه ان شويه علماء اثار شنشتيه صيع لقوا شويه عراقيب تمر هندي في مقابر فراعنه كتير. والاوروبيين الصيع برضو هم كمان اول مره عرفوا التمر الهندي عرفوه عن طريق العرب. يا ملط، قال لك اوروبا متحف العلوم. يا عم اقعد والله. ابو بكر الرازي عمك، ابن سينا عمك، ابن البيطار عمك. يلا مش جاي في بالي حد تاني بصراحه. وبيطرد الديدان وبيعالج امراض البطن و فده راجل البيت اللي ممكن يكون عنده 35 سنه مثلا او 40 سنه. وفي نفس الوقت كمان التمر الهندي ممكن يكون صاحبك اللي عنده 20 21 سنه، بس تشوف ملامح وشه تقول ده عجوز شويه، لا ده عنده 21 سنه. امال يعني الله يهون عليك يا صاحبي. يعني لو تسمح لي اخدك في جوله باللغه العربيه. قال ابو بكر الرازي عن التمر الهندي: عصاره التمر الهندي تقطع العطش لانها بارده طريه. انت راجل فهمان بصراحه. وابن سينا قال: التمر الهندي ينفع مع القيء والعطش في الحميات، ويقبض المعده المسترخيه من كثره القيء، ويسهل الصفراء، والشراب من طبيخه قريب من النصف رطل ينفع الحميات. يلا يا عم اهو. لا بص، ابن البطار قال لك ايه؟ قال لك التمر الهندي اجوده الطري الذي يذبل وهو يكسر وهيج الدم. يعني كلام لا يا الساعه جت 5:30 انا وبسجل، والكلب بيهوهو والعصفور بيصوصو وهتلاقي ديك عم اشرف طالع بيصيح دلوقتي. لا اله الا الله، ما علينا. برضو التمر الهندي تم استخدامه كتير في الطب الحديث، بس هدخلك في سين وجيم وهوديك وهجيبك كتير. الموضوع مزعج بالنسبه لي انا وبقرا. انا ما فهمتش. فهمت بس ما استفدتش حاجه، فليترلي ما حدش مهتم. وداك وجابك قال لك بقى طريقه التحضير. يلا بينا. عندك اوبشنين: يا تجيب طشت تنقع فيه شويه تمر هندي مع شويه ميه ساقعه، بس في الحاله دي هتسيبه فوق ال6 ساعات على ما يتنقع. بينما لو عايز تعمله سخن هتجيب نفس الطشت مع نفس شويه التمر الهندي وتحط الميه السخنه او المغليه اللي انت هتحطها، وفي الحاله دي مش هيكمل معاك الربع ساعه على ما يستوي. ومبروك بقى معاك كميه محترمه من التمر الهندي. وعلى عكس السوبيا ان هي ممكن تكون بتسكر او كده، التمر الهندي ما منهوش اي تحذير. يعني حتى الحوامل والاطفال عادي بيتشرب في اي وقت في اي جزء في اليوم، مش هيعمل اي ازمه. هو مشروب محترم بيتشرب في اي جزء من اليوم زي ما انا لسه قايل لك، وممرمطينه معانا. يعني عندك حموضه هتشرب، عندك ديدان هتشرب، عندك دور برد هتشرب، عندك سكر هتشرب، عندك دوالي فانا زي ما قلت لك ده يا اب البيت اللي عنده 35 40 سنه، يا اما صاحبك اللي شكله اكبر من سنه. نيجي عند خصمي او عدوي الاول الا وهو العرقسوس. عارف العرقسوس ده ممكن تشوفه كواحد من عواجيز المترو، اللي هو
يا حاج في مكان انا هسيبك تقعد. مش هقعد، انا مش بتحرك عشان اقعد، والله انا بتحرك عادي. ما لاقيكاش مديني كوع وانت رايح تقعد. ما لا يعني احترم. عارف انت عجوز اتم، عجوز وحش. عارف انت العجوز اللي كان بيطلع يرش لكم ميه انتوا بتلعبوا في الشارع؟ العجوز اللي حاقد على جيلنا عشان عاش رفاهيه هم ما عاشوهاش. العجوز اللي هو شايف الجيل ده هو اللي المفروض هو بصراحه عنده حق في بعض النقط، وخصوصا اخر نقطه دي. شايف بقى العرق سوس والحفله اللي احنا لسه عاملينها عليه دي هو اكتر مشروب مفيد للانسان في الثلاثه. يعني بص، هو نبات معمر بيتزرع في اي حته: افريقيا، اسيا، اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا، في السبع قارات. ولو ودينا انتاركتيكا او اسمها انتاركتيكا مش عارف، ممكن يتزرع عادي بكل سهوله. وعموما يعني ماده العرقسوس بتستخرج من عرق النبته ده في الاساس، وكحلاوه هي مسكره اكتر بكتير من السكر العادي، وممكن تتمضغ على كده اصلا وبتتاكل كحلويات في الطبيعي. وفي اكتر من 12 نوع من جذور العرقسوس، كل عرق فيهم مختلف عن العرق التاني. صوت العصافير علي، صوت العصافير علي يا اسطى، يا اسطى، يا اسطى بقى، يا اسطى. العصافير وديك عم اشرف هيبدا يطلع. اللهم اني صايم. خلاص خلاص، انا هديت الموضوع عادي يعني، مفيش اي مشكله. انا مش متضايق، الموضوع مش مضايقني باي شكل من الاشكال. العرقسوس بقى بيتضاف لايه؟ للمشروبات الكحوليه، البيره، الخمره، الحاجات القبيحه دي عشان يديها شويه رغاوي على الوش. طيب هو طبعا نعمه ربنا وكل حاجه، بس طعمه وحش، طعمه صعب بصراحه. يعني اذا كنت ما شربتش العرقسوس قبل كده، انا هحاول اوصف لك انت هتحس بايه اول ما يدخل بقك. في البدايه ميه، بس ناقصها عنصر ما مخليها عدمه، او مش مره، هي عدمه مسخه. هيتبلع، هتفتح في بقك حنفيه سكر مره واحده. ايه طعم العرقسوس؟ مالهوش طعم غير الضرب بوم السكر. ضربة السكر اللي في الاخر دي، عرفت ان الناس اللي بتحب العرقسوس ده بالنسبه لها كيف. اوف يا لهوي، اديني واحد. هو بصراحة يعني راجل عجوز واتم وهيزقك على باب المترو، بس راجل شقيان وتعبان ومتشندل زيه زي التمر الهندي. يعني لو معدتك قايمة عليك هيقعدها لك. دور برد، ديدان، في اي دنيا اي حاجة بتيجي لأي انسان في التاريخ، لو مش مرض سيء يعني بعد الشر، ارفع عرقسوس المفروض هيلعب لك على عنصر ما وهيهدي لك الامور شويتين 3 4 5. بيقول لك بقى ايه، المصريين من قديم الازل كانوا بيقول لك ايه: شفا وخمير عرقسوس. شفا عارفينها، خمير ما عنديش اي تبرير او تفسير. يا عم العصفور بقى، يا عم تاخد التقيله اللي هتفرح الواد الكميتي، تاخد التقيله. لقوا عرقسوس في مقبره توت عنخ امون، يب يب. يا مزاجك يا كميتي. وما حرقت شويه ورق بردي، لقوا ان هو مذكور ان هو ايه، ممكن يتضاف مع الادويه عشان يخفي. يا اسطى صواريخ الساعه 6 الصبح يا اسطى، انت بتهزر؟ استنى استنى اطلع اشوف العيال بنت ناقص الاقي واحد فيهم رافع البتاع بتاعت الكربون دي تعالى تعالى يا اسطى، تعالى والله الحفله فايتك. ديك عم اشرف والعصافير، واخد بالك؟ خلاص هنكمل الموضوع بكل ادب واحترام. خلاص، اخر حاجه وصلنا لها انه تقريبا كان بيتضاف على معظم الادويه في العصر الفرعوني عشان يغطي على مرتها، وده طبيعي لان انا لسه قايلك ان هو مسكر بشكل لاذع. خد عندك بقى رصة العلماء والدكاتره العرب القدام، ابن سينا وابو بكر الرازي، كلهم بقى قالوا ان هو ايه، مشروب توب التوب ومفيد وطعمه حلو زي الفل. هو توب التوب بس طعمه مش حلو. بيتحضر ازاي بقى العرقسوس؟ بيجيبوا النبته المطحونه بتاعت العرقسوس دي، بيطحنوها وبينقعوها نفس النقعه، وبعدها بيخلطوها بالميه اللي منقوعه فيها ويصفوها. مبروك، طلع معاك مشروب ملوش طعم. والله كان نفسي التمر والعرقسوس يبقى ليهم سيره زي السوبيا، بس السوبيا معموله، السوبيا مخترعه، بينما التمر والعرقسوس دول موجودين، فمعظم الهبات اللي فيهم جايه من عند الخالق. الإنسان عدل عليها مع مرور الوقت، سواء كيميائيا أو مع الطبيعة بشكل عام. فبس أنا عمر، ودي كانت الحلقة الثالثة. لو الفيديو عجبك انزل امعط شير ولايك وسبسكرايب، وبس. أنت حر ما لم تضر وما لم تتعدى حدود الله. السلام عليكم.